اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا ملخص الحلقه الاولى من انمي كايو رقم 8. المهم بتبدا قصتنا بظهور كايو عملاق، يعني وحش عملاق في المدينه، فبيتم اطلاق الانذار واخلاء المواطنين. والكايو طوله 60 متر والقوه 3.5، وبيكون في الطريق وحده مكافحه الكايو. بيبدا اطلاق النار من الطيارات، وبعدها بنشوف طياره فيها قائده الفرقه الثالثه وهي بتقفز امام الكايو. ويبدا قتال ما بين جنود الفرقه الثالثه والكايو، وبيقاتل الجنود بسرعة كبيرة أثناء إطلاق النار. وبنشوف قائدة الفرقة الثالثة وهي بتضرب قذيفة قوية بتدمر الكايو بضربة واحدة. بعدها بيظهر بطل القصة اللي هو هيبنو كافكا، وهو بياكل سندوتش أثناء ما بيشوف بقايا أحشاء الكايو، وبيقول شكلي هشتغل ساعات إضافية الفترة الجاية. بعدها بنشوف المدينة بتهتف لأعضاء الفرقة الثالثة، وكافكا بيعدي من جنبهم وبيقول بعد انتهاء كل المعارك الأخرى بتبدأ معركتنا، ومفيش حد بيشجعنا ولا حد ممتن لينا، وهذه هي معركتنا المجهولة ضد الكايو. وبيبدأ مهام التقطيع والتنظيف، وباين عليه انه خبير في الموضوع. بعدها بيتم طلب منه عمل جديد في الأمعاء، لأن الأمعاء فيها ريحة وحشة، وبتفضل الريحة عالقة في الأنف حتى بعد الشغل، فحياتك بتكون صعبة خصوصا في الأكل. وبعد الشغل وهو مشغل التلفزيون بيلاحظ انه بيتم عرض أحداث القضاء على الكايو، وبتظهر القائدة مينا إيشيرو اللي سنها 27 سنة وقضت على مئات من الكايجو. وبيفتكر وعدهم هم وصغيرين لما بيقولوا لنقضي على الكايجو سويا. وبتكمل مذيعة كلامه وبتقول وإنه بسبب تصرفها الهادئ وأناقتها أصبحت أكثر القادة شعبية بين كل قادة الفرق، ومرشحة تكون قائدة فيلق وليس فرقة فقط، وإنها تملك مستقبلا مشرق. بعدها كافكا بيغلق التلفاز وبيقول أنا إيه اللي خلاني أكون منظف كايجو؟ وبيصرخ وبيقول لا تفكر في هذا الأمر، التنظيف عمل مهم وأنا أساعد المجتمع. أنا عايش في شقة فاخرة وآكل أكل كل ما أشتهيه، يعني أنا باكل كل حاجة بيحبها ما شاء الله، في الكذب ما عندوش يا مرحميني. واليوم اللي وراه وهو رايح الشغل بيقابل موظف جديد اسمه رينو، وهو يملك نفس حلم كافكا في الانضمام لقوات الدفاع. وزميلهم بيقول إن كافكا يملك نفس الحلم ولكنه استسلم. فرينو بيسأله ليه استسلمت؟ فبيقول له أنا عملت كل اللي أقدر عليه، ولما تكبر وتبقى في سني هتفهم. قال له مش هفهم لاني لن استسلم مثلك. فبعد ما بيمشي بيتعصب كافكا ويقول هذا ليس عدلا، انا ابدو مثل الفاشل، هل الاستسلام بهذا السوء؟ بعدها بيبداوا الشغل وبيتم توزيع مهام التنظيف حسب جسم الكايو، وبيكون حظ رينو انه في منطقه الامعاء. فبيفرح كافكا وبيقول احسن احسن، بس بصوت محمد هنيدي كده. وكمان بيطلع كافكا في نفس المنطقه فبيبكي وبيقول يومان على التوالي ده حرام والله مفيش غيري. فالريس بيرد عليه وبيقول له عشان انت ماهر في عملك. فبيصرخ وبيقول ماشي وبيجري العمل. فبيقول الريس بيشتكي ولكنه لا يرفض ابدا، كان هيقوم بعمل ممتاز لو انضم لقوة الدفاع، بس حظه وحش دايما بيسقط. ورينو بيكون سامع الكلام، وفي استراحة الغداء بتكون معدة رينو وكافكا مقلوبة من ريحة الأمعاء. فكافكا بيعطي رينو أكل معلب عشان مش هيقدر يكمل شغل بدون أكل. وبعدها بيقول له سد أنفك عشان تعرف تاكل، بلاش خجل وحط سدادة الأنف. في مشهد مضحك طبعا. بعدها بيرجعوا للعمل وبيكون في تعاون جميل بين الاتنين. وبعد انتهاء العمل بيكون كافكا موجود وبيقول على الأقل انتهيت من الجزء النتن في العمل. بعدها رينو بيشكره وبيقول له بفضلك أنهيت يومي الأول. وبعدها بيقول إن رفعوا سن الانضمام إلى 32 سنة وأنا أقصد قوات الدفاع. فكافكا بيكون واقف مصدوم أثناء كلام رينو، ورينو بيقول إنه لما أنت قلت استسلمت كان باين عليك الحزن. فكافكا بيقول له شكرا انت لطيف جدا. وبعدها فجأة بيخرج كايجو من خلف رينو، فبيقفز كافكا بسرعة وبينقذه، ومرة تانية بينقذه وبيقول له اهرب يا رينو، ولما تتأكد من سلامتك قم بالتبليغ. فبيرد وبيقول لكن انت هتموت لوحدك. فبيقول له كافكا كده كده احنا الاتنين مش هنقدر نعمل حاجة، انت مش عايز تنضم لقوات الدفاع ما ينفعش تموت هنا، اهرب يا رينو اهرب. بعدها كافكا بيصرف في وجه الكايجو وبيقول له انا هنا، وبيبدا يجري والكايجو بيجري وراه، وبيلمح مدخل لمبنى فبيجري ناحيته بسرعه وبيدخل المبنى، وفي اخر المبنى بيكسر الجزاز وبيقفز من المبنى. وبيفتكر ذكرياته مع مينا هم وصغيرين وهو بيقول سوف اقضي على كل الكايجو. فمينا بتقول له انا حزينه. وفي لحظه هدوء بيتكلموا هما الاتنين في نفس الوقت سوف انضم لقوات الدفاع. فبيقول لها هذا غباء، انت لسه طفله. فبتقول له وانت كمان في الابتدائيه يا كافكا. فبيبتسم وبيقول لها هنشوف مين هيكون ضابط قوات الدفاع الاكثر روعه لنقتل كل الكايجو سويا. بعدها بيرجع للواقع بعد ما خرج من الزجاج، والكايو لسه بيجري وراه
وبعدها بيمسك عصا معدن وبيقول له انا مش خايف منك، ولكن الكايجو بيهجم عليه وهو طاير في الهواء، بيفتكر وعده لمينا، واثناء سقوطه في الارض والوحش بيقرب منه عشان ياكله، وفي اخر لحظه رينو بينقذه. فكافكا بيقول له يا غبي ليه رجعت؟ بيقول له انا لو سبتك تموت هنا لن استحق ابدا الانضمام لقوات الدفاع ابدا. فبيهجم الكايجو على رينو وبيسقطه، وكافكا بيقول انا عاجز لا استطيع حمايه اي شيء، واثناء ما بيصرخ باعلى صوته بيهجم نمر ابيض على الكايجو، وكمان بيكون في طلقات من كل مكان وبيتم تدميره طبعا من قوات الدفاع ضد الكايجو اللي هم الفرقه الثالثه. وكافكا بيشوف مينا إشيرو وهي بتقول تم القضاء على الكايجو بدون اي ضحايا، اعتنوا بالجرحى والباقي يكملوا معايا عشان نشوف لو في اي كايجو اخر في المنطقه. والجنود بيقولوا لكافكا انت كويس ما تتحركش خليك ثابت، وبعدها بياخدوه للمستشفى. وهو في المستشفى بيقول مينا مذهله قتلت الكايجو في اقل من ثانيه، تفوقت عليه بفارق كبير. وفجاه بيسمع صوت رينو فبيتخض وبيقول له لما ظهر الكايجو واخبرتني ان اهرب لولا انك انقذتني كان زماني ميت النهارده، كنت رائع حقا. فبيفتكر كلامه زمان مع مينا هو بيقول هنشوف مين فينا اللي هيكون ضابط الدفاع الاكثر روعه. فرينو بيقول له لازم تنضم لقوات الدفاع، هو قرارك ومش مشكلتي. فكافكا بيضرب دماغه وبيقول مش عايز اهرب تاني من حلمي، وبيشكر رينو وبيقول له انت طيب خالص، مفيش مشكله من الاستسلام، ولكن مش حاجه حلوه اني اكذب على نفسي، انا هنضم لقوات الدفاع. واثناء ما بيتكلم بيشوف كايجو صغير بيقول له وجدتك، واثناء ما بيحاول ويصرخ ويقول كايجو بيدخل الكايجو لفم كافكا وبيبدا يفرفط على السرير. فرينو بيشد الستاره بسرعه فبيجد ان كافكا تحول الى كايجو، فبيكون الاتنين مصدومين. فكافكا بيقول لرينو ما تتخضش للدرجه دي ارجوك، ولكن بيكون معدي راجل عجوز امام الغرفه وبيبلغ قوات الدفاع ان في كايجو في المستشفى. فرينو بيقول له لازم نهرب من هنا يا معلم، لانه بيقول له سمباي، وسمباي يعني معلم او الكبير يعني. وبعدها بنشوف مشهد لمينا وهي بتستحمى وبتفتكر كلامها مع كافكا زمان، وهي بتقول له مش قادره اتخيل ان بقى قاتل كايجو اكبر مني بكتير، لما بتخيل كده بخاف. فبيقول لها كافكا ما تقلقيش، وقت خوفك هتلاقيني دايما جنبك. فبترد هي وكبيره وبتقول كداب. بعدها بياتي لها اتصال ان في كايجو في المستشفى، فبتقول لهم انا في الطريق. وبكده تنتهي الحلقه الاولى، اشوفكم في الفيديو القادم، سلام.